رجل من الصحابة ادعى النبوة؟ لا، وارتد عن الإسلام وقتل 2 من الصحابة ورجع أسلم، وكان إسلامه واللي سواه بعد توبته شيء ما قد سواه أحد من الصحابة. قصة اليوم تقشعر بدنك 1000 مرة. ولو أنت ما تعرف الحكاية، أنا وليد. وطبعا هنا الحكاية: في السنة 9 للهجرة خرج رجل من قبيلة بني أسد، وكان من أبلغ وأفصح وأقوى رجال قومه. كانت كل القبائل تحسب لبلاغته 1000 حساب. راحوا بني أسد وعلى راسهم هذا الصحابي اللي هو طليحة بن خويلد الأسدي. قصتنا اليوم عن هذا الصحابي. راحوا وأعلنوا إسلامهم، والوضع بعد الإسلام كويس إلى حين قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بأيام قليلة. دخل الشيطان على طليحة بن خويلد ويقول له: إنما أنت رجل ذو بأس وذو قوة أكثر من محمد، وأنت ذو لسان فصيح أكثر منه، وأنت شاعر وأديب، وقومك ذو بأس شديد، وبني أسد أكثر من قوم محمد، فكيف تكون لهم النبوة ولا تكون لك؟ شوف الشيطان من وين جاله. والله صدق، وخرج على قومه يقول لهم: السلام عليكم يا جماعة، أنا من اليوم نبي. إيش؟ أنا نبي والوحي ينزل علي من أيام. طبعا قومه يعتبروا من كبار القوم فساندوه ووقفوا معاه. فوصلت الأخبار للرسول عليه الصلاة والسلام، فأرسل الرسول عليهم جيشا بقيادة ضرار بن الأزور. وصلوا ودخلوا المعركة وتواجه ضرار بن الأزور. وطبعا هذا يحتاج له قصة لوحده، ضرار بن الأزور رحمة الله عليه. المهم تواجه مع طليحة وضرب طليحة بالسيف، يعني ضربه بالسيف، فصدها طليحة بسيفه وارتد السيف على ضرار، فقام متبختر يصيح بأعلى صوته: إنما أنا رسول الله وسيوفكم لا تؤثر بي، إنما يحميني الله تعالى. قاموا شوفوا حالهم وزاد صدق إيمانهم بطليحة، وقعدوا يتبارزوا إلى أن انسحبوا من المعركة ورجع المسلمين منتصرين. ولكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام طليحة قد جهز جيش ومعاه جنود وقوة كبيرة، قوة كبيرة جدا. فجهز أبي بكر رضي الله عنه حين ما مسك الخلافة جيوش عديدة لقتال المرتدين. فمن حظ طليحة مع الأسف، من حظه إن الجيش اللي جهزه أبو بكر عشان يروح يواجهه جيش خالد بن الوليد. يعني الجيش هذا بقيادة خالد بن الوليد، ولما نقول خالد بن الوليد معناها خلاص منتهية. قبل ما يوصل خالد رضي الله عنه أرسل 2 من الصحابة يستطلعوا على أوضاع الحرب، اللي هم الصحابي عكاشة وثابت بن سلمة. فعرف فيهم طليحة مع الأسف وقتلهم. فوصلت الأخبار لخالد، بدأت النيران تخرج من عيون خالد ومن جيش المسلمين، فانطلقوا بكل شوق واشتياق للقتال والجهاد، وأبادوا نص جيش طليحة. وانسحب طليحة لخيمته يقول لرجاله: يا جماعة أنا الآن سيوحى إلي، قاتلوا قاتلوا. طبعا على فكرة هو كان مصدق أنه فعلا نبي، يعني مو مثل مسيلمة الكذاب. فجاء له عيينة من الجيوش الموالية له من بني فزارة، هم يعني والوا في الجيش عشان يحاربوا معه. قالوا له: ها بشير، نزلت جبريل؟ قال لهم: لا. ورجع عيينة للمعركة يقاتل، وبدأت المعركة تحمل وطيس، والمسلمين المعركة لصالحهم. ويروح له الخيمة: ها بشير، نزل عليك الوحي؟ قال له: لا. ويرجع للمعركة وانهلك جيشه، ويرجع وهو مذعور وخايف: ها يا طليحة بشر، نزل لك الوحي أو لا؟ قال له: نعم، نزل علي جبريل وقال لي: إن لك يوما ستلقاه ليس لك أوله ولكن لك آخره، ثم أن لك حديثا لا تنساه. فقال له عيينة: يا أخي تبا لك. وخرج على قومه وقال: يا بني فزارة يا بني فزارة يا بني فزارة، إن هذا الرجل كذاب. وانسحب هو وقومه، وبقى فقط بنو أسد، وفاز المسلمين عليهم. وهرب طليحة بن خويلد إلى الغساسنة في أرض الشام، وقعد هناك فترة من الزمن. هذه الفترة كانت فترة الصحوة، فترة الصحوة والنقاء الذهني لطليحة. جالس يقول بينه وبين نفسه: أنا إيش سويت وإيش حصل لي؟ أنا الشيطان كيف أغواني؟ كيف ارتدت عن الإسلام صح؟ أنا إيش سويت؟ أنا كيف بواجه ربي؟ فقام من مكانه وقال: يا طليحة، لأن تعذب في الدنيا خير لك من أن تعذب في الآخرة. وانطلق لعند المسلمين، وقد كانت الخلافة حينها بيد عمر بن الخطاب. فتوجه طليحة إلى مكان يغتسل فيه، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فوصل لعند عمر وأعلن إسلامه. عمر عاد وما زالت حازة بخاطره يا ناس إنه قتل إحدى الصحابيين العظيمين. قال له: أليس أنت من قتل عكاشة وثابت؟ فقال له طليحة: نعم. طليحة إنسان ملسون، يعني داهية بالرد. قال له: نعم، ولكنهما شهيدان في سبيل الله، وقد بؤت بإثمهما وحملت وزرهما إلى يوم القيامة، ولكني يا عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلعل الله يتوب علي. فقبل عمر بإسلامه. فقام طليحة: يا معشر المسلمين، إني أعاهد الله أن أرمي نفسي في مهالك الردى، لعل الله يتقبلني شهيدا. فخرج المسلمين على البحر لغزو أرض الروم بعدها بأيام قليلة. وهم في البحر ظهرت سفينة عملاقة
جنودهم ومن فيها أعدادهم على مد البصر يا ناس، وبدأت تلاحق السفينة هذه المسلمين، والمسلمين قد دوروا السفينة قد هم راجعين. فقال طليحة توقفوا، عودوا عودوا إليهم. المسلمين قالوا لا قبل لنا بهم يا طليحة، اصحى مالك. فقام طليحة قال والله وتالله إن لم تعودوا لوجدتوني أنا من يقاتلكم بسيفي هذا، عودوا إليهم عودوا إليهم. فاستداروا، والروم يشوفوهم وفرحانين إن هذه غنيمة لا مثلها غنيمة، قدهم راجعين لهم يعني غنيمة. لما تقاربت سفنهم مع بعض الروم قدهم فرحانين، بس طليحة عنده رأي آخر. طليحة يلتفت لعندهم قال لهم ارموني إليهم، والله أخذوه ورموا لعندهم. أول ما سقط فيهم المسلمين يوصفوا المنظر يقولوا ما بعمرنا شفنا رؤوس كفار تطاير مثل هذه الليلة. كان راس وراء راس يطير يمين شمال فوق اليد الذراع البطن، حتى قتلهم أكملهم وأسر من تبقى منهم. يا ستار يا ستار، إيش من الرجل هذا. ومرت الأيام وجت معركة القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص. أرسله سعد بن أبي وقاص لاستطلاع الفرس الذي كان عددهم يا ناس 40,000 رجل. والله فدخل طليحة معسكرهم ومنهم 40,000 رجل. دخل طليحة لوحده وفي الليل وبين الظلام متلثم داخل داخل عليهم، وقطع رأس قادة الفرس. القائد حقهم قطع رأسه داخل الخيمة وقطع أطناب خيامهم ورجع ولا كأنه سوى شيء. يا رجال قادة الفرس بحد ذاتهم قالوا لا بحياتنا واجهنا رجل بهذا البأس. وفاز المسلمين في هذه الليلة، وانتهت رحلة طليحة كما بدأت في ميادين الوغى، لكن هذه المرة كشهيد. ففي آخر أيامه كان يلح على الله في دعائه أن يرزقه الشهادة، فاستجاب الله لدعائه في إحدى المعارك ليرحل عن الدنيا وقد طهر سجله بدمائه. قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكانت حياته عبرة لكل من يعتقد أن الباب قد أغلق في وجهه، فباب التوبة والعودة إلى الله لا يوصد أبدا. سلام.